السلام عليكم يا جماعة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ في حاجات في العالم ده لو قعدنا سنين نحاول نفهمها مش هنلاقي لها تفسير. النهاردة هنتكلم عن أغرب وأعمق ألغاز عرفها البشر. ألغاز حقيقية وموثقة، بس مفيش حد قدر يحط تفسير نهائي ليها. فركز معايا وخلي بالك، لأن اللي جاي مش طبيعي خالص. أهرامات الجيزة، السر اللي لسه محدش فكه. أيوة، أنا عارف الكل سمع عن الأهرامات، بس السؤال الحقيقي هو إزاي اتبنت؟ وإزاي الحجارة اللي وزنها بيتراوح بين 2 ل 70 طن اتنقلت؟ في نظريات بتقول إنهم استخدموا من حضارات، وفي ناس قالت لأ، أكيد كان في تكنولوجيا متطورة مش معروفة. وفي لغز تاني، إزاي موقع الأهرامات بيتطابق بدقة غريبة مع مواقع النجوم في حزام أوريون؟ هل ده صدفة؟ ولا كان في علم فلكي متقدم جدا عند المصريين القدماء؟ وليه مفيش أي أثر حقيقي للطرق اللي استخدموها في البناء؟ محدش عارف، وده اللي بيخلي الموضوع غامض. إشارات واو من الفضاء الخارجي. في سنة 1977 عالم فلكي في ولاية أوهايو بأمريكا كان بيراقب موجات الراديو الجاية من الفضاء، وفجأة رصد إشارة قوية جدا استمرت حوالي 72 ثانية. الإشارة دي كانت جاية من مكان مش معروف، وكانت غريبة جدا لدرجة إنه كتب جنبها في الورقة كلمة واو، ومن ساعتها اتشهرت باسم واو سيجنال. المشكلة إنها عمرها ما اتكررت تاني، ومحدش قدر يحدد مصدرها الحقيقي. هل ده كان تواصل من كائنات ذكية ولا ظاهرة فلكية نادرة؟ لحد النهاردة مفيش جواب. مخطوطة فوينيتش، اللغة اللي محدش قدر يقراها. في كتاب قديم جدا اسمه مخطوطة فوينيتش، اكتشفوه في القرن العشرين، بس بيتقال إنه مكتوب من أكتر من 500 سنة. الغريب، اللغة المكتوب بيها مش مفهومة ولا تنتمي لأي لغة معروفة، وفي رسومات لنباتات مش موجودة في الطبيعة، وأشكال غريبة لستات حوالين دواير ونجوم، وكأنها رسومات تقويم فلكي، بس غريب وغامض جدا. العلماء استخدموا كمبيوترات حديثة وخوارزميات تشفير، بس مفيش فايدة. مفيش حد قدر يفك لغز المخطوطة. جزيرة رونوك المفقودة، الناس اختفوا فجأة. في أواخر القرن ال16 مجموعة من الناس سافروا من إنجلترا لأمريكا واستقروا في جزيرة اسمها رونوك. بعدها بشهور لما الإنجليز رجعوا يشوفوا المستعمرة، لقوا الجزيرة فاضية، مفيش بني آدم واحد، ولا جثة ولا أثر لمعركة ولا أي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي لقوها كلمة كرواتون مكتوبة على شجرة. مفيش أي تفسير رسمي. الناس فين؟ هربوا؟ اتخطفوا؟ دخلوا في قبيلة تانية؟ الله أعلم. كهوف تسيلي في الجزائر، فنون ما قبل التاريخ الغريبة. في الصحراء الكبرى في الجزائر في كهوف مليانة رسومات صخرية مرسومة من آلاف السنين، بس الرسومات دي غريبة جدا. فيها أشكال لكائنات لابسة خوذات، وفيه رسومات لطائرات وسفن وكائنات أشكالها مش بشرية. إزاي ناس بدائيين من آلاف السنين كانوا بيرسموا الحاجات دي؟ هل كانوا بيتخيلوا؟ ولا شافوا كائنات حقيقية؟ ولا في حاجة أكبر بكتير من اللي احنا فاهمينه؟ مثلث برمودا، السفن اللي بتختفي. المنطقة دي بين فلوريدا وبرمودا وبورتوريكو، كل سنة بيختفي فيها سفن وطائرات بشكل غريب. فيه اللي بيقول في طاقة مغناطيسية، وفيه اللي بيقول دوامة زمنية، وفيه ناس بتقول كائنات فضائية. والمصيبة إن في طيارات اختفت بدون ما تطلب حتى استغاثة، ولا ظهرت بعدها بأي أثر. كل الألغاز دي وغيرها بتخلي الواحد يسأل، هل فعلا إحنا فاهمين العالم اللي حوالينا؟ ولا في أسرار أكبر من قدراتنا؟ أنا مش بقول إن كل حاجة لازم يكون وراها تفسير خارق، بس أوقات الواقع بيكون أغرب من الخيال. قولوا لي رأيكم في الكومنتات، إيه أكتر لغز شدكم النهاردة؟
ولو حابين جزء تاني في ألغاز أكتر وأغرب، اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان نوصل ل100,000 مشترك إن شاء الله. سلام.